احنا ممكن نسمع عن ام خلفت اكتر من 10 اولاد او 5 توائم، اما نسمع عن بنت خلفت وهي عندها 5 سنين. حاجة غريبة صح؟ قبل ما ندخل في قصة النهاردة وصلوا الفيديو ده لاكتر عدد من اللايكات، وكمان لو اول مرة تشوف الناس اشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، وعايزين نوصل ل 2000 مشترك قبل نهاية الشهر ده. وبس كده يلا بينا. أصغر أم في تاريخ البشرية، طفلة عندها 5 سنين اسمها لينا مدينة، اتولدت سنة 1933 ودي كانت أصغر أم في تاريخ الطب. خلفت ابنها ووقتها كان عندها 5 سنين، وقبل ولادة الأخت لينا أبوها أخدها للدكتور علشان يطمن عليها بسبب ازدياد في حجم بطنها. وقتها كانوا مفكرين إن الأخت لينا عندها ورم، لكن الدكتور عرفهم إن هي في الشهر السابع من الحمل. المهم يا زبون أخدها الدكتور خيراردو لوسادا، أنا مش عارف الأسماء الغريبة ديت، أنا عدت الاسم أكتر من 5 مرات. المهم اخدها الاخ ده علشان يتاكد قبل ما يدخلها العمليات، وبالفعل كانت حامل. وبعد مرور شهر ونص بتاريخ 14/7 سنه 1993 اوضعت مولودها. ولدت ذكر من ظهر ذكر اللي هو احنا لسه ما نعرفوش اصلا. المهم هي ولدت قيصريه بسبب الضيق في حوضها، وكان الطفل اللي نزل وزنه 2 كيلو وسموه على اسم الدكتور اللي شد رجله. يعني الطفل ده كان مفكر ان لينا تبقى اخته، لحد ما كبر كده وعقل وبقى عنده 10 سنين، وبعد كده اكتشف ان هي امه اصلا وكان متغفل. والمهم عدت الايام والاخ خرياردو كبر وبقى عنده 40 سنه وتوفى سنه 1979 بسبب مرض في نخاع العظم. المهم نرجع بقى لحوار لينا وازاي كانت حامل في السن ده. هو ما كانش فيه اي ادله تثبت ان هي حملت حمل غير طبيعي، عشان البنت ما قالتش مين ابو الطفل ده او عن ظروف الحمل اصلا بقى البنت كانت صغيره وما كانتش تعرف اي حاجه. المهم بعد كده اعتقلوا ابوها بتهمه الاغتصاب، بس خرج بسبب نقص في الادله. وبعد كده اتجوزت لينا من راؤول خيراردو، جابت منه ابنها التاني سنه 1972. عارف ان انت تهت مني دلوقتي. بص يا زبون، الطفل الاول عرف ان لينا تبقى امه بعد 10 سنين، وبعد ما كبر مات وهو عنده 40 سنه، وقبل ما يموت ب8 سنين حضر فرح امه وتعيش مع الموضوع عادي. المهم عاشت في تبات ونبات وخلفت صبيان وبنات. لا ما حصلش ده طلع عينها في قريه فقيره وكان اسمها شيكاغو. وفي 2002 رفضت ان هي تعمل مقابله مع وكاله رويزر، واشتغلت سكرتيره في عياده الدكتور خيراردو اللي عمل لها عمليه الولاده. المهم الدكتور ده علمها ودخل ابنها المدرسه، وفي وقتها في صورتين انتشروا لحاله لينا وهي حامل في الشهر السابع سنه 1939. الصوره الوحيده اللي انتشرت وقت حمل لينا. انا عارف ان انت مستغرب من القصه دي، في ناس كتير جدا كانوا بيقولوا ان هي عباره عن خدعه، لكن الدكاتره اتاكدوا منها على مر السنين وكانوا معتمدين على نتائج عينات والاشعه الصينيه للرحم. وبالاضافه للصوره دي وقبل اي حاجه يا اخويا الزبون العزيز، في حاجه اسمها البلوغ المبكر للاطفال. دي حاجه نادره بس مش مستحيله، وكمان الحمل والولاده في السن ده حاله نادره جدا. وبس كده وصلنا لاخر قصه النهارده الغريبه جدا دي. فما تنساش لو اول مره تشوفني تحط لايك للفيديو وتشترك في القناه وتشيره مع اصحابك وتقول لهم ان الزبون هنا بيعمل جمدان. والسلام.